يا رب ارزقني بزوجة عندها حساسية من الدهب. انت مصري صح؟ اه، انت عرفت ازاي؟ امال انت منين؟ من اليابان. بس انتوا عندكم في مصر ناس طيبين كتير. هي. اه، بيبقوا سايبين الواي فاي من غير باسورد. امال انت شغال في ايه؟ مكافحة المخدرات. طب بتعرف الشخص المدمن ازاي؟ لا دي بسيطة يا سيدي. بيبان عليه الكآبة، العزلة، عدم الاهتمام، الحاجة الملحة للمال. طب هنا في مصر لو عايز افرق ما بينه وبين الشخص العادي ازاي؟ بسيطة، من صورة بطاقته الشخصية. لو متغير فيها عن الواقع يبقى الشخص ده بيتعاطى، ولو طبيعية يبقى ما بيشربش. ده انت كده عايز تجيب له اعدام. احنا عندنا في اليابان توصلنا وتطورنا كتير في الطب، بس مش اكتر مننا. ازاي؟ احنا عندنا في المستشفى تدخل عندك صداع تطلع متجبس. يا اخي سبحان الله، بيعرفوا في المستقبل انت هيحصل لك ايه ويعالجوه. عندنا في اليابان من كتر خوفهم من المرض بيخترعوا احدث اجهزة لعلاجه. لا احنا عندنا سبحان الله اول حاجة علمها الطبيب للمريض انه ما يخافش من المرض. وبالفعل دكتور الرئة بيدخن، والدكتور النفسي مجنون، واخصائي زرع الشعر اصلع. مش ناقص غير دكتور النساء والتوليد يبقى حامل.